انت عارف ايه اللي هيحصل لجسمك لما ما ريحتش جهازك العصبي؟ تعال اقول لك يا صديقي. فانت لو ما اهتمتش بالراحه فجهازك العصبي مش هيقدر يشتغل باقصى طاقه ليه، وكمان هتحس بتعب مستمر ونقص في التركيز والم في العضلات وقدرتك على التحمل هتقل. كل ده كمان هياثر على نتيجتك بصفه عامه او في البطولات بصفه خاصه. تعالى بقى اقول لك ازاي جهازك العصبي بيشتغل بطريقه مبسطه. جهازك العصبي هو اللي بيسيطر على كل وظائف الجسم، من حركه العضلات، من التركيز، من اشارات ما بين المخ ولبقيه الجسم. ومع كل مجهود بدني بيشتغل جهازك العصبي بطريقه شديده جدا. عشان كده برضو الراحه بالنسبه له مهمه. ازاي بقى تعمل راحه لجهازك العصبي؟ واحد، النوم من 7 ل 9 ساعات بالليل. وطبعا ما تنساش التمارين الاستشفائيه زي اليوجا والاطالات والسباحه الخفيفه. وطبعا ما تنساش الراحه النفسيه، لان الضغط النفسي المستمر بيسبب لك دايما تعب شديد واصابات. يعني يا صديقي تخيل معايا كده الم اسفل الظهر. في ناس كتير جدا ممكن تروح لدكاتره وتعمل اشعات رنين وتعمل اشعات مقطعيه وتبص وتاخد ادويه، وبرضه الالم دايما موجود لحد ما يتخلص من الضغط النفسي او التعب النفسي الشديد اللي هو عنده او المشكله النفسيه اللي عنده. في الاخر بتتحل المشكله تماما. فالتعب النفسي بيأثر برضو على الجسم وبيسبب لك اصابات كتير. او زي برضو لما كنت تتمرن بشده وبتحضر لبطوله وما بتهتمش بالراحه النفسيه، دايما في توتر نفسي ومش عارف تتخلص من مشاكلك الشخصيه. في واحد تاني يمكن اقل منك في المستوى كتير بس هو مهتم بالراحه النفسيه جدا، فيقدر يدي 100% من الطاقه باستثنائك. فقول لي تحب تبقى مين فيهم؟ عايز تجهز نفسك 100% البطولات؟ ما تنساش تشترك معايا في الصفحه هنا وتعمل فولو وكومنت وشير للفيديو. اشوفكم على خير. فيديو جديد. كان معاكم احمد الشيمي بطل مصر والمانيا في الكيك بوكسينج. السلام عليكم.